مشاهدينا الاعزاء عن افضل سيناريو في شوط المباراه الثاني. قدر ارسنال عوده اوديغارد جاءت من مواجهه تشيلسي والذي عائد من اصابه، وهو اللاعب الذي يعول عليه الشيء الكبير في الفريق. هو لافيا بيقرب منه كتير، عشان كده مش لاقي المساحه، وغير كده طارق تحس مش جاهز بدنيا، هو ورايس. حتى رايس في طريقه جريه تحس ان في حاجه. وبارتي بطيء في الكوره لما تبقى معاه، ما بيدورش الكوره من الشمال لليمين، بعكس كايسيدو ولافيا الاثنين بيلاقوا بالمر كويس، بيسرعوا الكوره كويس، فعنده بطء في نص الملعب، عنده اثنين غير جاهزين في نص الملعب زي رايس واوديجارد، ورغم ذلك الفريق وصل. حتى الان تحس ان ارسنال ارتيتا رابط اللعيبه. هل من النتائج الاخيره تحس ان اللعيبه ما بيلعبش، اللعيبه ما بتحسش باللعب بثقه، ما بتلعبش باريحيه، بانسيابيه. ممكن النتائج متاثر، هو مش عاوز يخسر. فانا اشوف ان العمليه دي لازم تبقى في نص الملعب يبقى فيه سرعه، تدوير الكوره من الشمال لليمين يبقى جيد بالنسبه للفريق ككل. اتكلم الكابتن حاتم على عمليه الالتزام الدفاعي من الارسنال في حته الثلث الاخير بالنسبه ليه، ودايما المسانده على اطراف الملعب، ال10 لعيبه تحت الكوره، ودايما عمليه الاجناب دايما بتبقى محميه، انما التغطيه العكسيه نوعا ما بتبقى سلبيه، لان مين اللي كان مع جوستو؟ كان مارتينيلي الجناح العكسي. فممكن الحاجات دي ممكن يتعالجها ما بين الشوطين، انما الفريق هجوميا محتاج شغل كتير، محتاج السرعه، محتاج لعيبه وسط الملعب تاخد الريسك في التمرير او في عمليه المسانده الهجوميه بالنسبه للفريق. انما زي ما بقول لك، هل الفريق متاثر بالنتائج الاخيره؟ نعم. هل الفريق ما عندوش ثقه نوعا ما؟ انما اعتقد ان ال 45 دقيقه هتبقى مختلفه لكلا الفريق.